واحد من التحديات اللي بتقابلنا كلنا دلوقتي، سواء انت بتشتغل كموظف individual contributor مفيش حد انت بتديره، او انت مدير اداره او قسم، او انت people manager بتدير ناس، ان انت ازاي هتتعامل مع الاجيال المختلفه اللي موجوده دلوقتي في الورك بليس او في بيئه العمل بتاعتك. دلوقتي عندك ناس مواليد الثمانينات والتسعينات، ممكن يبقوا كمان ناس اكبر شويه مواليد السبعينات، وفي نفس الوقت بقى عندك ناس في الشركه مواليد الالفينات. في جنريشن جاب كبيره جدا جدا ما بين الاثنين. طريقه كلامهم واهتماماتهم واحتياجاتهم والتطلعات بتاعتهم مختلفه تماما. الناس اللي كانت متعوده ان هو من ساعه ما هيشتغل لغايه ما يطلع على المعاش هيبقى شغال في نفس الوظيفه في نفس المكان، غير الناس اللي بقت دلوقتي بتعمل كارير شيفت لتايتلز احنا ما كناش نسمع عنها قبل كده. مفيش عنده فكره ان انا هفضل شغال في الشركه دي اكتر من سنتين وثلاثه، ممكن كل سنه يبقى في شركه. في يعني منتاليتي مختلفه نهائيا. فانت محتاج تكون بتشتغل على ازاي تتعامل مع الاجيال المختلفه دي. ما بقولش ان جيل فيهم احسن من التاني ولا جيل اوحش من التاني، كل جيل احنا محتاجينه في بيئه العمل وبيضيف كتير جدا جدا لبيئه العمل. مفيش حد احسن من حد في الموضوع ده، ولكن انا بتكلم على ازاي تتعامل مع الاثنين، وازاي سواء انت مدير او موظف زميل ليهم في الشغل، انك ازاي تخلق بيئة عمل مناسبة او منتجة للكل، بتساعي الكل، مفيش تفرقة ما بين حد وحد. مش عشان المدير مثلا سنه كبير شوية فيبقى بيهتم بالناس الاكبر سنا ومش عارف يتعامل مع الناس الاصغر سنا، او العكس. لو احنا في ستارت اب بقى وكل الفاوندرز وكل الناس اللي في التيم سنهم صغير، وجايبين حد يبقى سنه كبير شوية يبقى مستشار ليهم او حد بيساعدهم في الشغل بخبرات اكبر، بيحصل صراعات كتيرة او خلافات كتيرة في الشغل. مش بس بسبب صراعات او خلافات الاجيال، ولكن لو حد ليه باك جراوند مختلفه، لو انت بتتعامل مع ديستريبيوتد تيمز، لو انت بتتعامل مع ناس من اكتر من دوله ليهم خلفيات دينيه وخلفيات عرقيه مختلفه، ليهم حتى طريقه هزار مختلفه، انت محتاج تكون متعود على ده. فمهارات التواصل دي هتساعدك ايا كان المسمى الوظيفي بتاعك وايا كان حجم الشركه اللي انت شغال فيها، لان دلوقتي الدول كلها بتفتح على بعض، وبقينا بنشتغل على مشاريع مع اكتر من دولة، او شركات دولية بتفتح فروع في دول مختلفة. فانت لازم تكون متأقلم مع الموضوع ده، وعندك الاجايل منتاليتي او العقلية المرنة اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات تانية كتير قبل كده.